وبينتصر النادي الأهلي في أول مباراة ليه في دوري أبطال أفريقيا والتصفيات، وفي أول ولاية فنية ليستر المدرب الجديد للنادي الأهلي المدرب الدنماركي. مباراة كل اللي أنت كنت تتمناه إن الأهلي يكسب، وإن شكله مبدئيا يكون كويس. وأعتقد إن الأهلي في الشوط الأول كان أحسن من الشوط الثاني. الشوط الثاني الأهلي كان بيمشي كورة أكتر من هو بيلعب كورة، وهو عايز يجيب جون. الشوط التاني اعتقد ان المدرب يستور كان بيجرب بعض التغييرات عشان يشوف الدكة عاملة ايه. اعتقد ان التدريبات حاجة، وانه يشوف قدام عينيه في ماتش رسمي حاجة تانية خالص. مباراة احلى ما فيها ان الفريق لسه اللي كويس كويس، واللي مش كويس بيحاول يكون كويس قدام الراجل، علشان يبقى باين وظاهر قدامه، وعلشان ما يطلعش بره الصورة. ولكن أسوأ ما في اللقاء للأسف 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 هو كان محمد شريف، اللي كان أولا ربنا يشفيه ويكون كويس، وتكون الإصابة خفيفة. ولكن محمد شريف بره 18 ما بيعرفش يلعب كورة، ما بيعرفش يسلم ويستلم، ودي مشكلة محمد شريف اللي هتفضل موجودة. جوه ال 18 ما كانش بيتصرف كويس. ولكن هنا لازم يجي الدور اللي هنسأل فيه، يستر هيستعمل ازاي وهيبقى هيباشر ازاي الهجوم، خصوصا ان جراديشار حلو جدا بره ال 18، بيعرف يسلم ويستلم. والشوط الثاني عمل اكتر من باص وصل الاطراف لشبه مناطق الخطوره. ولكن جوه ال 18 جراديشار ما بيعتمدش نفسه قوي جوه ال 18، وتحس ان جراديشار محتاج مهاجم صندوق. طب هل ينفع يلعب محمد شريف جنب جراديشار؟ مش عارف. ولكن هي نتيجه كويسه، نتيجه مقبوله، في ظل ان هي اول لقاء ونجيل صناعي، ولاعيبه الفريق بتاع بروندي ده كان فريق غبي قوي 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 في التدخلات، وكان ناشف قوي. والنجيل الصناعي كده كده الواحد اي لاعب من اللعيبه المحترفه بتكون خايفه. عوده حميده في الشوط الاول لعلي بن رمضان، اللي احنا كنا محمد علي بن رمضان اللي احنا كنا مستنيين نشوفه. اي نعم الشوط الثاني مستواه قل شويه، ولكن ممكن يكون بسبب طريقه فكر اللعب في الشوط الثاني. الاهلي كان بيتعمد الاستحواذ حتى لو استحواذ سلبي، ولكن يطلع بلا اي خسائر طالما ما فيش قلق على مرماه. ولكن في نزول احمد عبد القادر شفنا شويه قلق ونوش عمله هو وطاهر محمد طاهر، وكان بيحاول يبوظها محمد مجدي قفشه، ولكن ما لحقش عشان الحكم صفر بسرعه. ده ملخص اللي حصل مع النادي الاهلي النهارده. مبروك لكل جمهور النادي الاهلي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.